عدى 1447 سنة على هجرة الرسول من مكة للمدينة، بس وقت ما حصلت الهجرة ما بدأش التقويم الهجري. امال الحكاية؟ كان المسلمين زمان ماشيين على التقويم اللي بيعتمد على الاحداث البارزة زي عام الفيل مثلا، فبنقول الرسول اتولد في عام الفيل، لحد ما في يوم من الايام بعت ابو موسى الاشعري امير البصرة وقتها خطاب للخليفة عمر بن الخطاب، وكان بيطلب فيه منه انه يدور على طريقة جديدة لاحتساب التقويم، لانه جاله خطاب مؤرخ في شهر شعبان من غير تحديد السنة. فخاطب ابو موسى الاشعري الخليفة عمر بن الخطاب وقال له: يا امير المؤمنين، الكتب بتجيلنا مؤرخة في شعبان، واحنا مش عارفين ده شعبان بتاع السنة اللي فاتت ولا السنة الحالية. فجمع الخليفة عمر بن الخطاب الصحابة وبدأوا يتشاوروا، والاراء اختلفت بين هل التاريخ يبدأ من مولد الرسول ولا من البعثة ولا من الهجرة ولا من وفاته. اتفقوا في النهاية انها تبقى من الهجرة، وان اول شهر يبقى شهر محرم اللي الناس بتنصرف فيه من الحج، وذي الحجة هتبقى نهاية السنة، وهيعتمدوا في التقويم على السنة القمرية. ومن هنا بدأ التقويم الهجري، وده كان بعد 17 سنة من هجرة الرسول، وكان سنة 622 ميلادية. الهجرة كانت فصل جديد في التاريخ الإسلامي، والنهارده احنا بنحتفل بسنة هجرية جديدة.